السلام عليكم. تخيل إن كل حاجة على جهازك الصور، الفيديوهات، الألعاب وحتى الكود في الأصل ولا صورة ولا صوت ولا حتى ألوان. دي مجرد صفر وواحد. بس السؤال الحقيقي هنا مش إن الكمبيوتر بيستخدم صفر وواحد، لأ. السؤال الأكبر إزاي الأرقام دي بتتحول لحاجات إحنا بنشوفها ونسمعها. خلينا نبسطها شوية. الكمبيوتر مش بيفهم صور ولا بيفهم صوت ولا بيفهم كلمات. الكمبيوتر بيفهم حاجتين بس: في كهرباء، مفيش كهرباء. والحالتين دول احنا كتبناهم بالشكل ده: صفر وواحد بس. تخيل ملايين المفاتيح الصغيرة جدا بتفتح وتقفل بسرعة مرعبة. كل مفتاح يا شغال يا مطفي، وده اللي بيعمل لغة الكمبيوتر كلها. البت الواحدة في تخزين الكمبيوتر تقريبا ملهاش معنى، لكن لما نجمع 8 بت جنب بعض يبقى عندنا حاجة اسمها بايت. والبايت ده يقدر يمثل رقم، والرقم ده يقدر يمثل حرف. يعني حرف ال A جوه الكمبيوتر عبارة عن رقم، والرقم ده مكتوب يا إما صفر يا إما واحد. يعني وأنت بتكتب كلمة كود، الكمبيوتر شايفها كده أرقام صفر وواحد متخزنة ككهرباء مش كحروف. طب الصور بقى هنعمل فيها إيه؟ لا، الصورة أصلا مش صورة. الصورة عبارة عن نقط صغيرة جدا اسمها بيكسلز. كل نقطة ليها لون، واللون ده بيتكتب بثلاث أرقام: أحمر، أخضر، أزرق. كل رقم منهم في الآخر بيتحول لصفر وواحد. دي أرقام مش ألوان. يعني الصورة اللي قدامك عبارة عن جدول كبير جدا من الأرقام. لو كبرت أي صورة قوي هتلاقيها متقسمة لمربعات صغيرة جدا. كل مربع بيساوي رقم لون. يعني الصورة في الحقيقة مليارات الأرقام الصغيرة مترتبة جنب بعض. طب البروسيسور بقى دوره إيه؟ البروسيسور مش بيشوف صورة، هو بيشوف أرقام ويحسبها ويبعتها للشاشة. الشاشة بقى تحول الأرقام دي لنور وألوان، فأنت تشوف الصورة. تخيل كده إن صفر وواحد بتساوي حروف، والحروف بتساوي كلمات، والكلمات بتساوي جمل، والجمل دي بتساوي قصة. الكمبيوتر بيكتب قصة كاملة بس بلغة الكهرباء. طيب لو كل حاجة بقى عبارة عن أرقام، يبقى السؤال الحقيقي هنا: إزاي البروسيسور يعرف إن الأرقام دي صورة مش لعبة ولا برنامج؟ هنا بقى نبدأ نفهم إزاي المعالج بيقرأ الأوامر، وده إن شاء الله موضوع الحلقة الجاية. خليك معايا وما تنساش تعمل سبسكرايب.